باسل المزرع تمت مراقبته ومتابعته من قبل المخبرين حتى بات في منزل والده المكون من 3 أدوار في حي الزارة. وعند الفجر من شهر رمضان عام 34 للهجرة الموافق في 29 من يوليو عام 2013 أقدمت قوات خاصة مدججة بالسلاح والعتاد بهجوم سافر على المنزل الذي كان يسكن فيه مع 6 من إخوته وأسرهم بين صغير وكبير، مما خلق حالة من الرعب والهلع وسط النساء والأطفال، سيما حين عمدت قوات الأمن السعودية أثناء هجومها إلى إحراق المنزل وتدمير محتوياته حتى طال دمار ممتلكات البيوت المجاورة. ولم تكتفي القوات المهاجمة باعتقاله فحسب، بل عمدت إلى اعتقال إخوانه ال6 مع بعض أهله بطريقة مهينة تتنافى مع أبسط الأعراف والقيم القانونية. إلا أن الأمر أخذ منحا آخر أكثر انحطاطا من الناحية الإنسانية حين كانت والدة عباس المسنة من بين من اعتقلوا. وبعد ذلك لم يكتف النظام بكل تلك الجرائم التي ارتكبها، بل كعادته قام بنشر الأكاذيب بحق الناشط عباس المزرع وأسرته التي عرفت بالإيمان والصلاح في المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أم عباس المطلوب، طبوا علينا ما علي شيء، هدقوا ستري ولدي وجهه صرخ أما دخلي أما لا يشوفوا وهداك عباس يقول أما دخلي. بس اللي صار لينا بس مي حاله السعودي يسوي فينا هزاي مو حاله هالشكل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله على اللي أمرهم. عندكم سلاح؟ ما عندنا سلاح، وين لنا الأسلحة؟ وين لنا الأسلحة احنا؟ ويروحوا يطلعوا ويدخلوا سبت النار، طلعت الضوء سبت الضوء فينا. طلعت الحريق في البيت، قلنا خلاص دونا طلعونا، ما نقدر طلعونا بنموت. طلعونا بعدين من الباب هني تابوا المدرعة وفلتونا فلات في المدرعة، ركبونا في المدرعة وفلتونا فلات فيها. حتى واحد خلاص فغسني وحاط عرتاي لعلي، خلاص ما نعرف حلا مني ولا مني. بعدين ودونا المركز، خلونا ساعتين هناك، خلونا ساعتين في المركز هناك وإحنا نصرخ هناك. ولا تتابعون في المدرعة، حولوهم من مدرعة ثانية وتبهم على ودهم ركبوهم مدرعة ثانية. بعدين طلعونا، أنا ما علي شيء، ما علي إلا مشمر بس حافية، ما علينا شيء أبداً. ما شفنا الا الكهرب طفى مره واحده، وصارت النار تدخل علينا من برا، البيبان كلها تسكرت علينا. وهم خافوا طبعا، قالوا لي يبغوا يطلعوا، قالوا وين سلندراتكم؟ وخذوا ولدي الصغير ودلاهم السلندر. هذا الكلام صرنا احنا كلنا محصورين في الغرفه من الساعه، يعني من اول الحدث صار من 5:30 تقريبا الى الساعه 8:30 9 الا واحنا في الغرفه. بعدين شفنا الطلق زاد والنار والدخان صار يدخل علينا داخل. قلت لهم يعني يشوفوا لنا حل، طلعونا من البيت. وتالي صارت الدخان يدخل من باب الصاله. كنا تونا جايين من المسجد، متعودين يوميا الصباح نصلي في المسجد. جينا تقريبا على الساعة 5 من يوم ندخل الشقة، وأسمع صوتهم وهم فوق السطح وصوت الطلق في كل مكان. إلى المسجد فوق 15 مدرعة شفنا، كل طريق قلنا قالوا مسدود، ما تقدروا تعبروا اصلا، ذاكم لاعبين لعب بالرصاص، يطلقوا على الناس برا عشان لا احد يجي يختزن الا ما يخاف الله.
وش هاليهود اللي ما يخافوا الله. وبعدين قالوا لنا روحوا عودوا، قعدنا برا ما احنا عارفين، رحنا قالوا لنا في مضر، رحنا مضر سريع، نزلنا من السياره على طول، اللي يقولوا ما جابوا اصابات لنا. قلنا بروح الجيش، قلنا له خلنا نروح العواميه نرجع اول، يمكن في العواميه ما يصير كده، مو معقوله بيشيلوا النسوان، اصلا ما توقعنا انه بيشيلوا النسوان اللي ما عندهم كرامه، حتى النسوان اسروهم ودوهم هناك على طول. تالي قالوا لنا جابوهم، طلعنا حفايل لامي عباتها يعني وش ثوبها، رجايلها مبينه، وخالتي بمشمار، واختي بحفايل اللي ما عندهم كرامه ولا عندهم دين اللي ما يخافوا الله اليهود، ولا عندهم دين اللي ما يخافوا الله اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العلي العظيم. نعزي عائلتي الشهيدين آل ربح وآل المحروس لوصالهم الجليل بفقدهم فلذات أجسادهم، ونسأل الله سبحانه أن يمن عليهم بالصبر والسلوان، وأن يتقبل شهداءهم مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إننا حوائج الشهداء نشجب ونستنكر بيان وزارة الداخلية